السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل ملك العزومات. هنعمل مع بعض الديك الرومي في الكيس الحراري. دايما بنشتكي ان الديك الرومي ما بيستويش في الفرن. لا، النهارده هنعمله بطريقه وتتبيله حلوه جدا، وكمان هيبقى مستوي جدا والطعم حكايه. واللون بقى زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما ابدا، لو لسه اول مره تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتي الجديدة. عندي ديك رومي. الديك ده بسم الله ما شاء الله 8 كيلو، مغسول ومتنضف زي ما انتوا شايفينه كده. اول حاجة هعملها هسيب الديك ساعتين او 3 منقوع في المحلول اللي هعمله دلوقتي. المحلول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية، كوباية ونص من الخل، 3 معالق كبار من الملح، و3 معالق كبار من السكر، وعصير ليمون. هجيب طبق كبير وهبدأ اعمل المحلول. المحلول ده حلو جدا تعملي بيه كل الطيور، مش الديك الرومي بس. عندك حمام، بط، فراخ، اي حاجة عايزة تعمليها حطيها في المحلول ده قبل ما بتسويها. بيساعد كمان ان الحاجة تستوي بسرعة، وغير كده لو في زفارة، في اي ريحة في الطيور هو بيشيلها. عندي كوباية كبيرة من الخل. انا هضيف كوباية ونص علشان الديك عندي حجمه كبير، وانا عايزة املى الطبق ده مية، فهضيف كوباية ونص من الخل. وهضيف السكر والملح، 3 معالق كبار من السكر، 3 معالق كبار من الملح. الليمون ده ليمون متقطع بس انا هعصره في المية. هنزل عليهم كمان بنص كوباية من الخل عشان انا حطيت كوباية واحدة. لو عندك زنجبيل حطي معلقة كبيرة، كمان بتخلي ريحة الطيور حلوة، بس انا ما عنديش. هضيف عليهم المية. انا هزود مية كتير لان الديك عندي كبير زي ما قلنا 8 كيلو، فانا محتاجة ان المية تغطيه. هقلب ده كله مع بعضه كويس علشان الملح والسكر يدوب. وزي ما قلت لو عندك زنجبيل حطي معلقة كبيرة. وبعدين بنزل بالديك الرومي في المحلول كده. انا هضيف عليه كمان مية، انا عايزة المية تغطيه خالص. تمام كده. انا مليت الطبق ده مية كده زي ما انتوا شايفين، وعصرت الليمون. هسيبه بقى ساعتين 3 او ساعة حسب الوقت اللي عندك، ونرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني.
وزي ما قلت كل ما تسيبي الديك في المحلول وقت اطول كل ما بيساعد في التسوية بتاعته بيستوي بسرعة. لكن ما تسيبوهوش زيادة عن اللزوم، يعني لو سبتيه زيادة عن اللزوم في المحلول ده اللحم بتاع الديك هيتهري منك. يعني كفاية قوي ساعتين او 3، يعني ساعتين او 3 بالكتير قوي، وطلعيه من المية. ده كده الديك بعد ما سبته ساعتين او 3 في المحلول، طلعته غسلته كويس جدا وصفيته من المية، وزي ما انتوا شايفينه كده هنبدأ بقى نجهز التتبيلة. عندي كوبايتين كبار من الزبادي، بصل مفروم ناعم، زيت، كاتشب، صويا صوص، وعندي التوابل بتاعتي. عندي معلقة كبيرة من الكاري، التوم البودر، بصل البودر، فلفل اسود، كمون، بابريكا، ملح، حبهان مطحون، ونص معلقة من البهارات المشكلة. هروح اجيب طبق نعمل فيه التتبيلة. اول حاجة بضيفها الزبادي، وبعدين بضيف البصل ده مفروم ناعم في الكبة. لو عايزة تستغني عن البصل وكفاية البصل البودر مفيش مشكلة، لكن انا بحب اضيف البصل البودر والبصل ده كمان. وبعدين بنزل عليهم بالملح وكل التوابل اللي عندي، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من صويا صوص، ثلاث معالق كبار من الكاتشب، زيت، وبعدين هقلب ده كله مع بعضه كويس جدا. تمام كده. هجيب بقى الديك الرومي ده وهتبله كويس جدا من جوه ومن بره وبين الجلد واللحم. انا طبعا مفرغه هنا بين الجلد واللحم. هدخل التتبيله هنا جوه، كله متفرغ زي ما انتوا شايفين كده علشان اعرف ادخل التتبيله كويس بين الجلد واللحم. تمام كده، انا كده تبلته كويس جدا من جوه ومن بره وبين الجلد واللحم. هسيبه بقى على رف التلاجة ليلة كاملة. انا مجهزاه عشان عايزاه تاني يوم، يعني انا هعمله تاني يوم فهسيبه ليلة كاملة. لو انت عندك وقت سيبيه ليلة كاملة افضل، لو ما عندكيش اقل حاجة 5 ساعات، يعني اقل حاجة سيبيه في التتبيلة 5 ساعات. فانا لسه عندي وقت فانا متبلاه قبلها بيوم.
هسيبه بقى على رف التلاجة وهروح اجهز الخلطة اللي هنحشي بيها. عندي كيلو الا ربع من الرز البسمتي، الرز ده مغسول ومنقوع ساعتين. عندي الكبد والقوانص بتاعت الديك، انا شوحتها مع الجزر والبصل، طبعا بهرتها وحطيت عليها ملح ومعلقتين من الزبدة، وعندي زيت وعندي فلفل اسود وملح. كل مرة باجي اعمل الديك الرومي بشوح الرز مع الكبد مع القوانص، لكن لما بيستوي الديك الرومي بلاقي الرز مستوي زيادة عن اللزوم. المرة دي انا اكتفيت بس ان يكون منقوع ساعتين، وبعد كده بضيف عليه الحاجات اللي عندي كده، الرز، وهضيف عليه الكبد والقوانص، وبعدين بقلبهم مع بعض كويس. تمام كده. هضيف عليهم فلفل اسود وملح، طبعا مش كتير علشان عندي الكبد والقوانص اصلا متبهرة وعليها ملح، فانا بس مجرد اني بظبط الطعم. لو ناقص ملح او عايز فلفل اسود ضيفي عليه. وبرجع اقلبهم مع بعض كويس. هضيف عليهم الزيت برضو مش كتير لان الكبد والقوانص فيها زبدة. تمام كده. ودي كده الخلطة اللي هنحشي بيها الديك الرومي. هروح بقى اطلع الديك من التلاجة. تمام كده. وده شكله بعد ما سبته ليلة كاملة على رف التلاجة. هجيب الخلطة بقى واحشيه من جوه، وهحشيه كمان من بين الجلد واللحم. انا عامله كيلو الا ربع رز لان الديك اللي عندي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن حجمه كبير، فعشان كده انا عامله كيلو الا ربع. لكن لو انتي الديك عندك اقل من كده طبعا ما تعمليش الكيلو الا ربع، اعملي الخلطه حسب حجم الديك اللي عندك. ولو انتي كمان مش حابه تحشيه رز ممكن تحشيه خضار، اي خضار عندك احشيه وبيبقى طعمه حلو جدا برضه. تمام كده. انا حشيته من جوه، هحشيه بقى بين الجلد واللحم. تمام كده. وده كده الديك بعد ما حشيته، وطبعا كتفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخده بقى احطه في الكيس الحراري، وبعد الكيس الحراري بغطيه بالفويل وهدخله الفرن. ولو انت عايزه تحطي اي نوع خضار عندك او تشكيله خضار معاه في الكيس الحراري حطيها، مفيش مشكله، هيستوي وهيبقى زي الفل. انا عندي هنا شلت الديك الرومي من الصينيه اللي كان فيها لانها كانت صغيره، حطيته في صينيه اكبر وحطيته في الكيس الحراري وغطيته بالفويل زي ما انتوا شايفين كده.
هروح بقى ادخله الفرن ونرجع نشوفه بعد ما يطلع. هياخد في الفرن تقريبا من 2 ل3 علشان حجمه كبير زي ما قلنا، لكن لو انتي جايبة واحد صغير اكيد مش هياخد الوقت ده. هروح ادخله الفرن ونرجع نشوفه بعد ما يطلع. وده كده الديك الرومي بعد ما طلع من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده لونه حلو جدا والريحة بسم الله ما شاء الله. جربوا الطريقة والتتبيلة دي وان شاء الله هيعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. صحة وعافية، بحبكم في الله.